بدأت تخاف صح؟ بدأت تخاف وبدأت تقلق وبقى يجي في دماغك دلوقتي سيناريو الموسم اللي فات واللي حصل معانا يتكرر تاني الموسم الجديد، والناس دلوقتي كلها بتسأل هو حسين عموتة مدرب تعبان قوي كده للدرجة دي؟ ازاي نخسر من برشلونة؟ وازاي لعيبة النادي الأهلي تظهر بالمستوى ده وبالأداء ده؟ احنا شكلنا كده اتسرعنا في ان احنا نجيب حسين عموتة، وكان لازم نجيب مدرب تاني أجنبي بقى يبقى ليه اسم وسي في قوي، واللعيبة اللي احنا كلها جبناها دي حتى اللعيبة الجديدة شكلها كده خوازيق. انا عايزك تهدى بس كده الاول وتصلي على النبي وتركز معايا، وتعالى اشرح لك الامر ونتكلم في تفاصيل مباراة الاهلي وبرشلونة والامور الواضحة واللي ظاهرة للناس كلها، وفي امور تانية مستخبية والناس مش واخدة بالها منها، تعالى نتكلم فيها. شوف كنت هتنسيني، خليني في البداية كده ارحب بيك وارحب بكل الناس اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا وبتكتب لنا كومنتات ايجابية وبتفعل زر الجرس وبتشترك في القناة على طول. انتوا فوق راسي. انا دلوقتي عايز اقول لك حاجة مهمة جدا. عزيزي الاهلاوي الجميل، ببعت لك السلام والتحية. عندنا النهارده حلقه تاريخيه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واللايك بتاعك بالنسبه لي اغلى هديه. واحب اشكر كل اخواتي اللي بيدعموني وبيكتبوا لي كومنتات ايجابيه، انتوا جوه قلبي يا روح قلبي وعينيا. الرصه دي متعوب عليها مفيش كلام. يلا فعل زر الجرس واشترك في القناه ووصل الحلقه دي اكبر عدد لايكات. نبتدي دايما بسم الله، وتعالى بقى نتكلم على تفاصيل مباراه الاهلي وبرشلونه اللي انتهت بنتيجه 2-1. لو جيت اتكلمت النتيجه حلوه، ان النادي الاهلي بيخسر من نادي برشلونه، النادي الكبير، النادي اللي عنده نجوم العالم كلهم وعنده احسن لعيبه في العالم، من ضمنهم حمزه عبد الكريم اللي هنجيله لوحده طبعا. لكن ان انت تخسر 2-1 دي نتيجه حلوه، وفي بدايه الموسم وبتجرب والمدرب الجديد وصفقات جديده، فكون ان انت ما تشيلش سكور كبير يا عم دي حاجه كويسه. بس لو جينا اتكلمنا بقى على الاداء، لا اقف هنا بقى كده ومعلش بقى وشد 300 الف خط. ايه الاداء اللي زي الزفت اللي النادي الاهلي لعب بيه ده بالاداء ده النادي الاهلي كده الموسم الجديد هيخسر كل الماتشات بما فيهم ماتش الاهلي والشرقيه انبي، كده مش هينفع. وايه اللعيبه دي وايه الصفقات دي وايه اللي بيعمله حسين عموته وايه التشكيل اللي زي الزفت اللي ابتدى بيه ده؟ هقول لك بالراحه. ايه انا عارف ان ده احساسك، واقسم بالله ده كمان احساسي. ما هي الاهلاويه بتحس ببعض، امال انت فاكر ايه؟ عايزك تهدى كده وتركز معايا في نقط ايجابيه. تعال نبص عليها. يعني انت النهارده حسين عموته ابتدى التشكيل بتاعه في حراسه المرمى. بالمناسبه انا مش متفق ابدا مع التشكيل ده ما ينفعش، بس هقول لك ليه. يعني اسمع مني للاخر وعايزك تركز معايا. الحلقه النهارده دسمه وفيها كلام كتير، واخيرا بقى بنتفرج على النادي الاهلي اللي كان وحشنا، وتقريبا اكتر واحد متضايق بالقرار ده هو حسين عموته. يعني حسين عموته تقريبا كان عايز كل الماتشات تفضل مشفره ومش متذاعه ومحدش يعرف عنها حاجه، لكن الحمد لله اهو اخيرا بنشوف النادي الاهلي اللي وحشنا. حسين عموته النهارده ابتدى اللقاء بتشكيل غريب ما ينفعش مع بعضه، بس يا سيدي هنعديها ان الراجل بيجرب. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدامه 2 مدافعين هادي رياض وعمرو الجزار، باك يمين محمد هاني، باك شمال كريم فؤاد، في نص الملعب عندك كوكا، مروان عطيه، وكمان عندك احمد السيد زيزو اللي حسين عموته مقتنع ان هو بيلعب نص ملعب، وقدامهم بن شرقي وطاهر وبن جديده. تشكيل بالنسبه لي كان غريب، ما كنتش متوقع التشكيل ده بصراحه. ما كنتش متوقع ان طاهر هيبتدي، ما كنتش متوقع ان كوكا هيبتدي، ما كنتش متوقع ان هادي رياض هيبتدي هو وعمرو الجزار، على الاقل ياسر ابراهيم. والماتش يا باشا مشي، والنادي الاهلي الحمد لله سكن مرماه هدف من حمزه عبد الكريم. وهتقول لي انت فرحان؟ اقول لك فرحان. ده هدف حمزه عبد الكريم في مرماك بيثبت اقدام ابننا يا ابني. يمكن كنت زعلان ان النادي الاهلي بيخش مرماه هدف، بس لما عرفت ان حمزه عبد الكريم اللي بيسجله انا والله انبسطت. يعني انا فرحت لحمزه، يمكن ده اكتر هدف يخش النادي الاهلي ما اكونش فيه زعلان ولا متضايق، بالعكس ده انا مبسوط باداء حمزه عبد الكريم. ربنا يزيده يا رب ويثبته ويكمل على كده ان شاء الله. ما هو ابننا يا ابني في مصلحتنا، وطول ما هو نجم احنا بيخش لنا من ورا فلوس برضه. انت بتتكلم ازاي؟ اما بقى بالنسبه الهدف الثاني ضربه جزاء، يعني ينفع اقف عند ضربه الجزاء دي شويه؟ معلش ضربه الجزاء دي ما بتفكرش بحاجه. يعني تدخل هادي رياض ده ما بيفكركش بحاجه؟ ما بيفكركش مثلا بنفس الهديه اللي اداها للعيبه الترجي في دوري الابطال هنا لما كانوا بيلعبونا وكسبونا؟ ضربة جزاء بالظبط نتيجة أخطاء دفاعية ساذجة. ما علينا، هنيجي نتكلم عن النقطة دي في الآخر. الشوط الأولاني بينتهي بنتيجة 2-0، ولكن للأسف النادي الأهلي ما جاش. يعني النادي الأهلي ما اتحركش غير في آخر كورة. يعني أنا كاتبها أهو، يمكن حمزة عبد الكريم سجل هدف في الدقيقة 29، سجل الجون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43،
لكن للاسف النادي الاهلي بيجي في اول هجمه في اخر هجمه في الشوط في الدقيقه 45 بعد الوقت الضايع كمان، اللي هو ال1-2 اللي لعبه بن شرقي يعني راحت في المدرجات وكل حاجه، بس دي كانت اول كوره للنادي الاهلي. انت متخيل في الدقيقه 45 شوط كامل النادي الاهلي ما جاش، استحواذ وسيطره كامله لنادي برشلونه الاسباني، والنادي الاهلي شبه ما جاش من الفندق، لدرجه ان انا كنت عايز ارن على عموته اقول له ايه اللي حصل لكم، انتوا اتاخرتوا في الطريق ولا ايه، في حاجه انتوا كويسين؟ لكن للاسف اكتشفت ان لعيبه النادي الاهلي كان موجوده، بس استحواذ فريق برشلونه كان قوي جدا. ده غير كمان، هو المايك شغال انتوا سامعيني ولا ايه؟ ده غير كمان ان برشلونه كانت بتلعب على مسارات التسلل، فاهم؟ فده كان عامل لهم تقدم في الضغط، فكانوا بيضغطوا عليك من بدري جدا، فكنت بتضيع الكوره وكنت مش عارف تستحوذ ولا تعمل فتره استحواذ. ما علينا يا سيدي، بتنزل الشوط الثاني فرقه كامله بتتغير، بيخرج لعيبه كتير قوي من فريق برشلونه، والنادي الاهلي برضه بيعمل تغييرات كتير جدا، ولكن بيجي الفرج عن طريق احمد السيد زيزو اللي بيحط هدف عالمي. هدف عالمي. هتقول لي ليه عالمي يا عم؟ الكره انفراد وسهله. اقول لك زيزو حط الكره بشماله ولفها كده ان هي ايه، خبطت في الحز بتاع العارضه كده وقامت داخله جون، وكان جون تاريخي وشكله حلو. ومش متخيل يعني ان زيزو لو كان لسه في مكان غير النادي الاهلي الله اعلم كان زمانه دلوقتي لسه بيلعب ماتشات وديه ضد البلاستيك وضد اورنج. انا مش عايز افتح يعني في القصه دي، بس زيزو اديك شفته النهارده ما شاء الله وبيرجع، ومن مكاسب المباراه جون زيزو ده. وبنسبه كبيره للاسف، يعني للاسف انا مش متاكد من الخبر، بس تقريبا كده زيزو خرج باصابه، وربنا يستر وتكون الاصابه دي بسيطه. شفنا تغييرات كتير جدا من حسين عموته في الشوط الثاني، يعني انت عندك قفشه بينزل، واكرم بينزل، واحمد عيد بينزل، وحسين الشحات بينزل، واقطاي، وياسين مرعي، والساعي، وفي تغييرات كتير قوي قوي حصلت في الشوط الثاني، ولاعيبه كتير، وتقريبا كل لعيبه النادي الاهلي شاركت ما عدا احمد رضا وحمزه مين؟ حمزه علاء، ومين تاني ما اعتقدش، وعمر سيد معوض، واللاعب رقم 22 اللي لسه مش عارفين مصيره ايه، بس هو خلاص مكمل وقاعد في النادي الاهلي. ما علينا يا سيدي. ولكن للاسف بتترد عليك طبعا ضربه جزاء في نهايه الشوط، وكان ليك ضربه جزاء ما بتتحسبش، وكان عليك ضربه جزاء على كريم الدبيس، بصراحه كانت ممكن تتحسب، ولو حد تاني يعني خد باله منها كانت ممكن تتحسب، الكره جت في ايده. بعدها بيترد ليك ضربه جزاء ما بتتحسبش، بعدها بيتحسب عليك ضربه جزاء على احمد عيد. وحط برده يعني حط كده احمد عيد مع هادي رياض، الاثنين يتنافسوا مين اكتر مدافع متهور، يعني مين يتنافس فيهم اكتر لاعب متهور وممكن يعمل فاولات ويلبس ضربات جزاء جوه منطقه الجزاء. ومش اول مره برضو احمد عيد يلبسك في ضربه جزاء، خد بالك عشان تبقى عارف، يعني حصلت قبل كده في اول ماتش يلعبه احمد عيد مع النادي الاهلي، لبسنا في ضربه جزاء، وارجع للماتشات اللي قبل كده. لكن بيعود من جديد محمد الشناوي وبيقول للناس لا انتوا شكلكم نسيتوني ولا ايه؟ انا الشناوي برضو، انا ما حدش ينفع ينساني، انا كنت حارس مصر الاول يا جدعان. مصطفى شوبير بيتالق وكل حاجه، بس انا موجود يابا. يعني اعملوا احترام للشعرتين البيض اللي طلعوا لي في شنبي دول. ولكن الحمد لله محمد الشناوي بيقف على رجليه، والحمد لله انت كده في مركز حراسه المرمى بتقف على الاثنين لعيبه الحراس اللي معاك اللي هم الاثنين احسن من بعض، وتبتدي تحتار. هقول لك انا مش هقيم اي حد من اللعيبه ولا هقيم المدير الفني، بس انا كمشجع اهلاوي بعد الاداء اللي شفته النهارده انا خايف على الاهلي في الموسم الجديد. انا النهارده في لعيبه شفتها، يعني قفشه مثلا، لا قفشه ما يستحقش ياخد فرصه تاني النهارده. قفشه جات له كوره كده في الدقيقه تقريبا 80 ولا حاجه، هو مش عارف يخرج منصف بقرار انفراد، مع ان الكوره يعتبر شبه 2-1، يعني هو يعتبر الكرة 2-1، كان في مدافع تاني من برشلونة بس هو بعيد عن قفشه شوية. يعني قفشه عنده الوقت وعنده المساحة انه يرمي ثرو زي البني ادمين، يطلع منصف بقرار انفراد، يحط له الكرة كده بينه وبين الجون، اللي بالمناسبة منصف بقرار لعيب كويس جدا من اول لمسة اسيست وكل حاجة. بس قفشه ايه؟ حسين الشحات ايه؟ لسه في انانيه يابا، لسه هنأنن طاهر ايه يابا، لسه في فزلكه. انا مش هقدر استحمل الثلاثه دول في الموسم الجديد. انا عديت الموسم اللي فات بالعافيه، بس السيناريو ده يحصل معايا الموسم الجديد انا مش هستحمل والله. انا مش من الجمهور اللي ممكن يخسر ياخد دوري كل فين وفين، لا انا مش هقدر استحمل ان انا اشوف فريقي مثلا ما بياخدش الكونفدراليه اللي انا بحفل عليهم. مش هينفع، يعني بحفل على الانديه التانيه اللي بتلعب في الكونفدراليه وبقول دي بطوله تعبانه وكلام فاضي. انا مش هستحمل اشوف فريقي السنه دي ما بياخدش الكونفدراليه، مش هستحمل اشوف فريقي السنه دي ما بياخدش الدوري والكاس واي بطوله بيشارك فيها بعد الموسم الكارثي. انا اسف يعني كان هيخرج مني لفظ مش كويس، بس يعني بعد الموسم الكارثي بتاع السنه اللي فاتت مش هينفع. المباراه بتنتهي 2-1، نتيجه في الظاهر بتاعها كويسه، بس للاسف في الاداء كانت كارثه. لكن تعالى نتكلم في الايجابيات. من الايجابيات ان انت شفت الشناوي، من الايجابيات ان انت شفت زيزو، من الايجابيات كمان اللي هو انت لسه بتجرب.
يعني مع احترامي ليك دلوقتي، يعني انا دلوقتي عايز اوصل لك كل اراء وكل ردود الافعال اللي الناس بتتكلم بيها على المباراه. جزء كبير خايف، وجزء تاني عنده نفس الكلام اللي انا هقوله لك، اللي هو معلش ده ماتش احنا لسه بنجرب، ده يعتبر ماتش ودي، ده لسه المدرب بيجرب اللعيبه ويحفظ اسامي اللعيبه. يا سيدي انا معاك وانا مقدر كل الكلام ده كله، بس على الاقل كان ممكن اخرج من المباراه شكلي احسن من كده شويه، شكلي افضل من كده شويه، على الاقل كان ممكن اقرب. يعني للاسف كان فاضل 7 دقائق او 5 دقائق، لعيبه النادي الاهلي مش قادره تجري تجيب الاوت وتلعب بسرعه وتعمل. انا عارف ان لعيبه برشلونه كان عامله ضغط جامد قوي، وان انت بتلعب برشلونه الفريق الجامد، الفريق اللي عنده نجوم العالم، بس انت برضو الاهلي، انت برضو الاهلي. البدايه تخوف، يعني البدايه تخوف، مع العلم ان في لعيبه يعتبر انت برضو لسه مش قادر تحكم عليها، ومش هتحكم عليها دلوقتي، وما ينفعش حد يحكم عليها دلوقتي، ولا اللعيبه ولا المدرب. على الاقل يعني على الاقل 5 6 7 ماتشات كده لكل لعيب بيلعب اساسي في مركزه تقدر تحكم عليه، بما فيهم المدرب. بس انا عايز اقول حاجه يعني مع احترام، يعني حته 4-4-2 دي بحس ان هي مش ماشيه مع النادي الاهلي. يعني بحس ان تشكيل النادي الاهلي الاساسي والخطه اللي بتجيب معانا يابا وبتاكل معانا وبتاكل مع الفرق هي 4-3-3. يعني انا شايف ان الخطه دي افضل خطه واحسن حاجه ان انت تبتدي بيها يا كابتن حسين. انت بتجرب حقك، اعمل اللي انت عايزه، بس من اول مباراه لنادي انبي ومش هستنى اخفاق. انا كمشجع اهلاوي انا عارف ان احنا في مرحله انتقاليه وبتجيب لعيبه ولعيبه بتمشي وفي عواميد من عواميد الفرقه ما بقتش موجوده والكلام الجميل ده كله، بس انا مش هقدر اصبر اكتر من كده. انا عايز الموسم الجديد اكل كل البطولات باداء ونتيجه، يعني ما اكسبش وانا شكلي وحش وما اخسرش وانا شكلي حلو. انا عايز اداء، عايز نتيجه، عايز اقول للناس كلها انا موجود، انا موجود، انا النادي الاهلي. تعال بقى نروح لتقييم لعيبة النادي الأهلي أمام برشلونة الأسباني بعد الهزيمة بنتيجة 2-1، ونخش كده على تقييم اللعيبة. وعايز أقول لك إنه مفيش تقييم للعيبة، مش هينفع تقيم ولا لعيب في خلال مباراة ودية، مباراة احتفالية بتلعب فيها برشلونة الأسباني والمدرب عندك بيجرب اللعيبة، فأنا مش هقيم أي لعيب. بس في بعض اللعيبة كده أنا عايز أتكلم عليهم شوية وأقول لكل واحد جملة حتى أو جملتين من غير تقييم. أنا عارف إن إحنا لسه بنبتدي واللعيبة دي كلها بتجرب والمدرب بيجرب، بس عايز اقول مثلا لمصطفى شوبير ان هو حارس كبير جدا وحارس كويس، ولعب شوط اولاني جامد جدا وقدر ان هو يحافظ على شباكه من كرات كانت ممكن تكون اهداف غير الاهداف اللي دخلت فيه الذي لا يسأل عنها تماما. محمد الشناوي بينزل الشوط الثاني بيثبت للناس كلها ان انا الشناوي، انا حارس مصر الاول يا جدعان ما تنسونيش، بيصد ضربه جزاء وبيتألق في كذا كوره كانت ممكن تكون هدف، ولكن الحمد لله الشناوي بيرجع يقف على رجليه ومصطفى شوبير واقف على رجليه. انتوا اكتبوا لي في الكومنتات من وجهة نظركم تختاروا مين يكمل في مركز حراسة المرمى للنادي الاهلي، مصطفى شوبير ولا الشناوي في الموسم الجديد. عايز اقول لعمرو الجزار كل الانتقادات اللي اتقالت، عمرو الجزار النهارده كان كويس جدا 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 وقدر ان هو يعمل اللي عليه شويه، وكان من احسن المدافعين اللي موجوده. هادي رياض على العكس تماما، هادي رياض لو جيت ركزت اتسبب النهارده في ضربه جزاء، نفس ضربه الجزاء دي بالملي عملها امام الزمالك وعملها امام الترجي التونسي هنا في مصر لما كنا بنحاول ان احنا نرجع تاني في النتيجه امام الترجي لما كسبونا 3 وكان هدف منهم بحساب هادي رياض. اما كريم فؤاد حابب اقول له ان انت كنت نجم النهارده وكنت كويس جدا في الناحيه اللي لعب فيها بصراحه، ومركز جديد على كريم فؤاد. احمد السيد زيزو تعظيم سلام على الجون اللي جبت، جون عالمي. واحد يقول لي يا عم جون عالمي ايه يا عم انت هتمثل، ده رايح انفراد وشايطها وجات جون. احب اقول لك ان زيزو لعبها برجله الشمال مش الرجل الاساسيه يا بقف، ولعب الكره سويرف كده راحت بشكل حلو قوي وكان شكلها جميل جدا. وعايز كمان احيي منصف بكرار على الاسيست اللي من اول لمسه بيعمله لاحمد السيد زيزو بيطلعه انفراد. عايز اتكلم عن مروان عطيه النهارده، كان بصراحه كماشه، يعني كان كل كوره كان بيخش فيها مروان عطيه كان بيقدر يستخلص فيها الكوره. عايز اقول لطاهر محمد طاهر انا مش هستحمل المرار اللي انت بتعمله ده، انت وحسين الشحات انتوا الاثنين في الموسم الجديد، يعني طاهر بيتفزلك حسين الشحات بيأنن، انا مش هستحمل يابا الكلام ده كله في الموسم الجديد. انا طلع عيني الموسم اللي فات، او بوس ايديكم الله يرضى عليكم بلاش الشغل ده في الموسم الجديد، انتوا مكملين وقاعدين معانا فيا ريت والنبي ما تتعبوش الجمهور. اما بالنسبه لمحمد مجدي قفشه انت لازم تقعد مع نفسك وترجع نفسك وتنسى جون القضيه تماما، لان قفشه امبارح قفشه كان تقيل قوي، قفشه مش قادر يخرج
منصف بقرار انفراد في كوره 2 على 1. مش هينفع. قفشه بتجيله كوره في اخر الدقايق اللي انا وانت عارفين ان قفشه هتجيله كوره على عدلته هيوديها ارتو، قفشه وقف على الكوره واستنى لحد ما الكوره اتقطعت منه، ومش زي محمد مجدي قفشه اللي احنا نعرفه. فبعد اذنك يا عم قفشه ركز شويه وصح. عايز اقول كمان ان احمد عيد احنا مش هينفع نعتمد عليه اكتر من كده، ومش هينفع ان انت تكون حاطط في دماغك ان احمد عيد ده ممكن يكون البديل لمحمد هاني. مش هتنفع خالص. احمد عيد لعيب متهور جدا جدا جدا، بيلبسك ضربه جزاء، ودي مش اول مره. انا فاكر في اول مباراه لعبها مع النادي الاهلي برضه لبسنا ضربه جزاء، وانا مش عايز يبقى عندي 2 متهورين في الفرقه. يعني كفايه عليا هادي رياضي اللي بيلبسنا ضربه جزاء، مش هيبقى هادي رياض وكمان احمد عيد. يعني انا مش هقيم اللعيبه، وعارف ان احنا ما ينفعش نقيم اللعيبه في الوقت الحالي، وهو ده الصح فعلا. انت اقل حاجه تبتدي تقيم من بعد 10 ماتشات متتاليين كل لاعب فيهم بيلعب اساسي في مركزه، وتقيم كمان المدير الفني اللي انا برضه مش هديله تقييم حسين عموته. يا باشا انت براحتك، مع ان التشكيل النهارده كان مش عاجبني. يعني التشكيل ده بصراحه مش ماشي مع بعضه، وانا ما كنتش مقتنع بيه، ومش ده التشكيل اللي انا كنت متوقع ان عموته يبتدي بيه. بس يا باشا دينا اهو بنجرب. لكن من اول ماتش انبي يابا هيبتدي التقييم، من اول ماتش انبي يابا هيتحط الدرجات وهيتحط النقط على الحروف. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات من وجهه نظركم مين من اللعيبه اللي شاركت امام برشلونه كان يستاهل انه يكون نجم المباراه وكان لعيب كويس جدا، ومين من اللعيبه برضه اللي شاركت امام برشلونه كان لعيب سيء جدا وما كانش في مستواه. اكتبوا لي بسرعه.